هي دي بقى الصواني ولا بلاش محشي مشكل، ما اقولكوش على ريحته وجماله بخلطة تحفة. وكمان هنعمل فراخ الحاتي المشوية بأحلى تتبيلة وبأحلى طريقة هتعجبكم. أحلى صينية ممكن تعمليها في الشتاء وفي البرد اللي احنا فيه ده هي الصينية دي. تفتح النفس كده، ومش عايزة أقولك بقى على ريحتها جايبة آخر الدنيا. وكمان الفراخ ولا أروع من كده. لايك بقى وشير لو أول مرة بتشوفوني. متنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة، وتعالوا نخش بسرعة على التتبيلة. اول حاجه عندي هنا بجيب بوله كده وبنزل فيها ايه، بثلاث معالق ملح وثلاث معالق سكر، وكمان ثلاث معالق كده خل، وهننزل بيهم كلهم وهندوبهم مع بعض. واعذروني بقى عشان انا عندي انفلونزا فبتكلم وانا بص مش قادره يعني. وكمان عصره ليمونه هننزل بيها، وهننزل بالقشر بتاع الليمون مع ورقه لورا كده. والقشر الليمون كمان هيديني نكهه وريحه كده للحاجه، يعني هيخلي ريحه الحاجه كويسه. وكمان حطيت بصلايه كده متقطعه اربع قطع كده ونزلت بيها. كل الحاجات دي هتديني ريحه حلوه للفراخ، يعني لما اجي دي تعتبر الحاجة اللي انا هنقع فيها الفراخ. انا هنا بصوا الفراخ بقى جبتها فرختين مقطعاهم وخالية الوراك. يعني احلى طريقة ان انت تعملي الفراخ المشوية ان انت تشيلي العظم منها. انا هنا خالية الفراخ. طبعا لو انتوا عايزين تعملوها صحيحة عادي خالص، بتغرزي كده بالسكينة وبتنقعيهم عادي. بس انا هنا بقى زي ما قلت لكم كده، يعني خليت الوراك وكمان الصدر قسمته اتنين كده عشان يبقى حلو، يديني في التتبيلة كده يبقى حلو. وفي الشوي كمان بيبقى جميل زي ما انتوا شايفين شكله كده، وهنشوفه لما نيجي نتبلها. تعالوا بقى للتتبيلة. عندي هنا بصل وطماطم، وعندي كمان أربع خمس فصوص توم كده، وفلفل أحمر. الفلفل الأحمر كده بيدي لون حلو للفراخ. هحط بقى ايه نص كوباية لبن وحبة زيت. أنا هنا المفروض أحط زبادي، ما عنديش زبادي، فحطيت نص كوباية لبن أو كوباية، وأحط عليها شوية خل أو شوية ليمون. فهي شوية كده وهتلاقيها ايه، ادتني نفس هيبقى رايب، يعني هيبقى اديني نفس النتيجة بتاعت الزبادي. هضربهم بقى كلهم كده في الكبة، وهنزل بقى بالتتبيله دي. لازم اصفيها، مش هينفع ان انا احطها كده عشان الحاجات دي لو اتحطت زي ما هي كده بتحروق الفراخ، يعني بتخليها تبقى مش حلوه في الشوي. فانا هصفيهم كده وناخد الميه بتاعتهم بس. هنزل بقى بصويا صوص، حبه صويا صوص، ولو ما عندكيش حطي عسل اسود. و ودي مستردة، حطي كده معلقتين كبار بتدي طعم حلو قوي للفراخ. وطبعا كل حاجة ممكن نستغنى عنها ونستبدلها بأي حاجة تانية. هنا بقى بصوا حطيت كمان دبس الرمان، وحطيت شوية فلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبهارات. ودي بابريكا المدخنة. وحطيت شوية بهارات فراخ، ودي مرقة ماجي كده حطيتها معاهم يعني. كمان هنا بقى هنزل بالليمون، حطي بقى بتاع ليمونتين كده حلوين بيدوا طعم حلو قوي في الفراخ المشوية. وحبة زيت، وهننزل بقى بكل الخلطة دي كده وهنقلبهم تقليبة حلوة. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. يعني ممكن لو مثلا ما عندكيش صويا صوص هتحطي بدلها معلقه عسل اسود، ممكن تبدلي ده من ده. بصوا بقى الصدر زي ما بقول لكم كده انا شقه اتنين، فاتحه كده بالطول اتنين. بصوا زي ما انتوا شايفينه كده اهو. وكمان الفراخ بصوا الصدور كلها انا عاملاها كده، وكمان الاجنحه حطيتها والزور وكل حاجه، مفيش حاجه تترمي. ودي الوراك خليتها من العظم خالص. في الشوي بتبقى احلى بكتير لما تعملي الوراك من غير العظم بتاعها. بصوا بقى النقع بيخلي الفراخ عامله ازاي، مع ان انا غسلاها بس برضو بتديكي نتيجه حلوه. وكمان شطفتهم بقى وسبتهم في المصفى يتصفوا خالص. عايزه اقول لكم ريحتهم كده في منتهى الجمال، يعني الريحه كده تخليكي حاسه انت عامله حاجه حلوه. بصوا هاخد بقى من التتبيله دي وانزل بيها على الفراخ من هنا ومن هنا. وطبعا ممكن تحطي بقى كل الفراخ في حاجه وتدعكيهم كلهم بالتتبيله مره واحده. انا هنا رصيتهم بقى لاني بصوا انا كنت هعملهم كلهم، بس ايه، احنا بعد ما تبلت الفراخ كده على اساس ان انا هشويهم كلهم وكده. ففي ناس بقى قالوا لا احنا هناكل فسيخ ورنجة ومش عارفة ايه، مش عايزين ناكل فراخ النهاردة. فرحت عاملة ايه، يعني نص الفراخ دي ما عملتهمش بقى كلهم، فالباقي هشيله وهعمل نصهم بس وهنشوفهم مع بعض دلوقتي. المهم هتبل بقى من هنا ومن هنا. همسك الورك من هنا من قدام ومن ورا اتبلهم كويس قوي. في الاخر بحط كل التتبيله من فوق كده وبسيبهم بقى يتنقعوا بقى ساعه ساعتين، او عملتيها من بالليل بتبقى احلى طبعا. عايزه اقول لكم ان دي احلى تتبيله فراخ انا بعملها على فكره، يعني بتخلي وطريقتي كمان الشوي الفراخ حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله. يعني لما تجربوها تعملوها على طول. انا عايزه اقول لكم الفراخ ما خدتش في الفرن يعني ربع ساعه. يعني هتقولي لي كدابه، اقول لك لا، لما بتشيلي فعلا العظم منها
ما بتاخدش في الفرن ربع ساعة، فبالتالي ما بتبقاش ناشفة، غير الفراخ اللي بتحطيها بالعظم بتقعد كتير أوي في الفرن وبتنشف معاكي، لكن دي ما بتنشفش خالص لأنها ما بتقعدش كتير. الفراخ بتبقى فراخ ما فيهاش عظم خالص، فما بتضطريش ان انت تسيبيها كتير عشان تستوي. لا، هي مجرد ما بتقعد في الفرن والله ما بتاخد تلت ساعة وبتكون استوت معانا وبقت جميلة. هنا خلاص بقى انا تبلتها وحطيت كمان شوية تتبيلة من فوق كده، وهسيبها بقى لغاية ما يعني تشرب التتبيلة حلو. وكمان شلت شوية من التتبيلة على جنب، عشان طول ما انا بسويها اقعد اسقسقها كده تطلع معاكي طرية وجميلة. تعالوا بقى النهاردة قصدي تعالوا بقى على البوتاجاز احط حتة سمنة حلوة كده وشوية زيت، وهنزل ببصلاية كبيرة او بصلتين تلاتة. يعني انا بحط بصل كتير في المحشي، يعني بحب البصل كتير. حطي بقى، واهم حاجة طبعا الكمون والكزبرة والفلفل الاسود بهارات المحشي. ما تكتريش عشان ما تضيعيش طعم الحاجة الأساسي، هي الأهم حاجة الكمون والكزبرة والفلفل الأسود. ولو عايزة تحطي شوية بهارات حطي، لكن أكتر من كده ما تحطيش. شطة بقى عايزة تحطي حطي، أنا بحب الشطة. لكن أما تتبلي بقى وتحطي توابل كتير فعلا بتضيعي طعم الحاجة، يعني مش بكتر التوابل. هنا بقى حطيت كمان مع الطماطم حطيت صلصة. وهنزل بقى بالخضرة، ومعلش اعذروني ده انا بصوا بتكلم بالعافية. وعندي البصلاية الأساسي بقى اللي بعد ما بخلص خلطة المحشي كده بحطها بصلاية نية. البصلاية النية دي بتدي طعم حلو قوي للمحشي. هحط بقى هنا ايه، انا قسمت الخلطة عشان كانت كتير، وقلت يعني هعمل حبة رز حبة رز على قد الحاجة، لما عاوزة احط تاني. آه عشان يعني ما يفضاش رز كتير ويترمي او كده. هقلب بقى كده تقليب حلو، في الاخر بحط حبة زيت حلوين كده من على الوش كده يفلفلوا الرز بتاعي. انا هنا بقى كنت مفرزه كرنب عندي في الفريزر، مطلعته كده من بالليل وسبته يتصفى. وعندي كمان البتنجان ده مقوراه وعاملاه يعني. وعايزه اقول لكم بقى بصي، وانتي بتحشي حطي الخلطه في النص كده في الكرنبه، من النص كده ورقه الكرنب، وخلي الحروف فاضيه. ما تضغطيش وتوزعي الرز على الحروف، عشان كده الرز عمره ما يطلع معاكي بره كده وهيبقى جميل. ما يطلعش ما تلاقيش كده الحله مليانه رز، لا. الطريقه دي هتخليه معاكي حلو، ما يطلعش من الورق خالص. هنا بقى كمان هحشي البتنجان، وهحشي بقى الباقي مع نفسي كده وهوريكم في الاخر. هنا بقى خلاص حشيت ورق العنب وحشيت الفلفلتين دول. وهنا بقى جبت طاجن حطيت فيه بطاطس وحطيت فيه طماطم، وده ليمون من تحت كده. وهنزل بقى بورق العنب. ما تستغربوش بقى على البطاطس دي، عايزه اقول لكم البطاطس دي بعد ما بتسوي ورق العنب وبتنزليه، البطاطس دي بتبقى احلى من ورق العنب ذات نفسه، وهتشوفوها في الاخر. هنا بقى بجيب حله برضو بنزل فيها ببصل وطماطم وبفردهم كده فرد حلو. وبنزل بقى بالكرنب بتاعي، وانا بقى برص كده بسيب جفه في النص كده احط فيها الفلفل. خلي الفلفل نازل لتحت كده عشان يستوي برضو. وهنا دي بقى حلة البتنجان. هجيب بقى كده الحلة برضو، وهنزل برضو بحبة حاجات من تحت كده، فلفل على جزر على بصل. كل الحاجات دي منكهات وبتتاكل، مفيش حاجة بتترمي على فكرة. انا هنا حطيت دي كده عشان بس اعرف ارص. وهرص بقى الفلفل، قصدي البتنجان مش عارفة الفلفل معلق معايا ليه. وارص كده ايه يعني، رصيه بشكل حلو يعني. انا حطيت الملون في النص والابيض بتاع الحروف. نرجع بقى تاني لطاجن الورق العنب، قلت لا 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 لازم ازينه بقى. رحت حاطه له كده حبه طماطم كده من فوق تشكل كده وتخليه الوان في الوان كده. تعالوا بقى هنا كده هنعمل شويه سلطه دقوس كده، بس هشويها في الفرن. هي الدقوس بتتعمل من غير ما تتحط في الفرن، بس انا دي بقى قلت اعملها زي المشاوي كده، سلطه مشاوي. حطيتهم كلهم في الفرن زي ما انتم شايفين كده، وهشيل القشر بتاع الحاجه، واخدهم كلهم كده في الكبه. واحط بقى معاهم شويه كزبره او شويه بقدونس خضر كده. واحط بقى ايه ليمون وشويه خل وشويه زيت والملح والتوابل بقى بتاعتي والكمون والكزبره وكده. عايزه اقول لكم سلطه المشاوي دي تحفه، طعمها جميل. تاكليها كده بالمعلقه كده وانت بتاكلي الفراخ فظيعه بجد. وممكن طبعا تعمليها سلطه دقوس عادي، هي زي سلطه الدقوس، بس دي ايه بتخش الفرن تبقى سلطه مشاوي كده طعمها جميل. تعالوا بقى نسوي المحشي. حطيت شوربة المحشي ورحت بقى ايه نازلة. طبعا الشوربة بنحط عليها شوية طماطم والملح بتاعها وحاجات زي ما انتوا شايفين كده. والتسوية، واعذروني بقى ان التسوية جت بسرعة. انا كده الطاجن ده هغطيه واحطه في الفرن، يعني طاجن ورق العنب هسويه في الفرن زي ما هو كده، وبغطيه وبدخله الفرن على طول. هنا بقى عندي الشبكة دي بتاعت المشاوي. هحط فيها بقى زي ما انتوا شايفين كده. انا قلت لكم بقى ان انا مش هعمل الفراخ كلها، هعمل نصها كده وهشيل الباقي زي ما انتوا شايفينها كده.
وهي في الفرن بقى باخد من التتبيلة اللي أنا كنت شايلاها على جنب وبسقسقها وبحط الشواية، بولع الشواية وبولع من تحت، بياخدوا نفس التسوية. وانت تفضلي طول ما انت موجودة بقى تقلبي الشواية من تحت لفوق، يعني تدوري الشواية، يعني مثلا حطيتي على الوش فتروحي قلبة الشواية الناحية التانية وتسقسقي كده وهي شغالة في الفرن، وبتطلع بقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بصوا، ما عايزة اقول لكم احلى طريقة للشوي، وعلى فكرة ما بتاخدش وقت، يعني زي ما قلت لكم كده اقل من نص ساعة بتكون اتشوت واستوت كمان. لما بتشيلي العظم منها بتبقى زي ما انتوا شايفينها كده، والله ما خدت سوا وطعمها جميل وطرية. اهم حاجة ان هي طرية مش ناشفة عشان ما قعدتش كتير في الفرن. ده بقى الفيديو بتاعنا النهاردة، ودي صينية المحاشي مع الفراخ المشوية، حاجة كده ولا أروع من كده، وخصوصا في الشتاء اللي احنا فيه. ألف هنا وشفا للي هيشوف الفيديو ويجرب الطريقة. ولو عجبتكم بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك لو انت أول مرة تخش عندي ومش مشتركة عندي في القناة. اشتركي عندي واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.